السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال نتوما كتشوفوا فيه. اليوم جبت لكم الغديوه ان شاء الله ديال العيد المبارك ان شاء الله على الابواب. جبت لكم الطريقه ديال المروزيه بطريقتي انايا، المروزيه اللي كتجي معلقه وكتجي فنه البنات، صدقوني غادي تجربوها ما غاديش تندموا عليها. المهم راه كتجي صراحه معلقه كيف ما كتشوفوا في الفيديو، المريقه معلكه وزوينه. كنتمنى تعجبكم، وغنقول لكم مرة ثانية عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة باش كتمناو. المهم هنا غادي نخليكم مع الطريقة البنات والمقادير ان هنا شاء غادي الله. نرقد هاد اللحيمات، راه دابا الليل غادي نرقدهم باش الصباح ان شاء الله نديرهم يطيبوا. هنا كيف ما شفتوا عندي هنا هاد اللحيمات هادو مليجات، وهنايا البنات واحد المعلقه مع مراش ديال مروزيه، وهنايا كاس ديال الماء، وهنا واحد جوج دروس ديال الثومه. غادي ناخذ هاد جوج دروس ديال الثومه غادي نقطعهم ونحكهم باش نرقد هاد اللحيمات ديالي. كيف ما قلت لكم راه الليل هذا دابا، يعني غنخليهم يترقدوا لي مزيان باش يلاه يشربوا لي ديك العطريه مزيان، باش الصباح نلقاهم واجدين. صافي هنايا خديت هاد الدريسات ديال الثومه غادي نديرهم في هاد الطحانه هادي. هنايا خديت المروزيه، وهنايا غادي نطلق ديك المروزيه مع ديك الثومه بشويه ديال الماء. صافي هنا دابا ملي خلطت ديك العطريه ديالي مزيان حتى طلقات، غادي نبقى ندير هاد اللحيمات هادو نخليهم يترقدوا لي مزيان كيف ما قلت لكم. صراحه من الاحسن يترقدوا ليله كامله باش يلا كيعطيوك ديك البنه ديال المروزيه، وإلا ما بقاش لك الوقت قدي ترقديها بحال هكا الصباح شويه بكري باش تبقى لك تكون شاربه بعد ديك العطريه، باش ملي ديريها طيب تحسي بهذيك البنه ديال المروزيه فيها. هنا كيف ما قلت لكم انا رقدتها من بالليل باش الصباح ان شاء الله نطيبهم يجيوني ساهلين ويجيو يعني شاربين ديك المروزيه كيف ما قلت لكم. صافي نحاول ندخل فيهم كامل ديك العطريه مزيان باش يلا يشربوها مزيان. صافي كيف ما شفتوا انايا عطرتهم دابا مزيان. صافي هنايا البنات خديت واحد بلاستيك غذائي، غطيت به هاد اللحيمات ديالي، وغادي نديرهم في الثلاجه ان شاء الله حتى للصباح ونطيبهم نشاركهم معكم ان شاء الله يا ربي. وتابعوا معايا المقادير حتى الاخر ان شاء الله. ودابا البنات كيف ما شفتوا هما اللحيمات ديالي جبتهم من الثلاجه، كيف ما شفتوا راه خليتهم كيف ما قلت لكم الليله كامله شربوا ديك العطريه ديال المروزيه مزيان. هانتوما كيف ما شفتوا كيصبحوا يعني هكا شاربين ديك العطريه، يعني شاربينها مزيان. صافي هنا غادي ناخذ هاد الكوكوت
ها هي خديت هنايا الكوكوط، غادي ندير فيها هاد الطريفه د اللحم. كيف ما شفتوا ديك لاصوص راه شرباتها مزيان. وصافي البنات كيف ما شفتوا عندي هنايا شويه ديال الزعفران الحر، عندي هنا واحد راس معلقه ديال السمن، واحد راس معلقه صغيره ديال المروزيه، وكاس د الماء والعطريه بطبيعه الحال. هنا اول حاجه غادي ناخذ الزعفران، غادي نديرو في شويه د الماء ونخليه يطلق ليا مزيان كيف ما شفتوا على هاد الطريقه هذه. وغادي نخليه بيد ما انايا ندير العطريه كامله ديالي هنايا، نخلي الزعفران يطلق لي مزيان. انا درت هذيك راس معلقه ديال السمن، غادي نزيد عليها هاد المعلقه صغيره ديال المروزيه، هنا غادي نزيد واحد عويده ديال القرفه، هنا غادي ندير واحد المعلقه ديال السكنجبير، انا كندير هنا غير راس معلقه، ما نكثرش العطريه، بغيت نكتفي غير بديك العطريه ديال المروزيه، كندير غير شويه شويه. انا درت شويه الخرقوم، هنا غادي ندير شويه ديال البزار، بطبيعه الحال الملحه. صافي غادي ندير الزيت، كيف ما عرفتوا راه كتبغي شويه ديال الزيت. صافي هنا غادي ناخذ هذا الزعفران هذا كيف ما شفتوا راه طلق، غادي نحاول نحركو شويه ونضيفو على الحيمات. صافي دابا غادي ندير كلشي فوق البوطيط تشحر ليا مزيان. هنايا نتوما البنات انا درتو فوق البوطه، كنخليه يتشحر لي مزيان، غنخليها تشحر لي مزيان، عاد نزيد ليها الماء، عاد نزيد لها الماء الكافي اللي غيطيب ليا دوك الحيمات. وهنا البنات صافي راه اللحم ديالي ها هو طاب، راني هزيته من الكوكوط حيدته. وهنايا البنات خديت شويه ديال الزبيب، سلقته مزيان في الماء وصفيته. وهنايا اللوز اللي انايا سلقته حتى هو في الماء وقشرته، هنا واحد شويه ديال العسل. صافي البنات كيف ما شفتوا هي المريقه اللي بقات ليا اللي هزيت اللحم، غادي نضيف عليها هاد العنب اليابس كيف ما شفتوا. غادي نبقى نحرك واحد شويه وغنخليه يطبخ واحد شويه، ونزيد عليه داك العسل باش يلا يتعسل لي المرق. صافي البنات هنايا كيف ما شفتوا غادي نزيد هنايا العسل، راني خليت المرقه يعني حتى تغلي مزيان. انا غادي نحاول نزيد العسل، صافي غادي نخلي المرقه حتى تختار لي مزيان.
وغادي نزيد عليها داك اللحيمات، غنعاود نرد اللحيمات للكوكوط باش يتعسلوا حتى هما. وهنايا البنات كيف ما شفتوا المريقه ديالي ها هي راه بدات كتعسل، هي راه صافي راه تعسلات نيت. غادي نضيف عليها هاد اللحيمات هادو اللي هزيت من قبل باش حتى هما يلاه يتعسلوا ليا مزيان. صافي غنبقى نقلبهم هكا واحد شويه، ومن بعد نحطهم ان شاء الله في الطبيسيل كيف ما شفتوا. كنخليهم يتعسلوا ليا مزيان. وهنايا دابا البنات انا حطيتهم في الطبسيل كيف ما شفتوا، كتجي معلكه مزيان وكيجي داك الزبيب ديالها معسل مع داك العسل، كيعطيها واحد المذاق خاص. هنايا البنات كنزين هنا بشويه ديال اللوز اللي انا قليته كيف ما قلت لكم. يعني نتوما تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا تزين، يعني كيبقى لكم الاختيار. انايا اختاريت نزينو غير بشويه ديال اللوز صافي صراحه، وكتجي بنينه بزاف وكتجي معلكه وفي المذاق زوينه بزاف البنات. كنتمنى تجربوها وتعطيني الراي ديالكم فيها. وما تنساوش البنات دعموني بلي لايكات ديالكم، واللي مازال ما تشاركش عندي في القناه كنتمنى يتشارك معايا في القناه ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم ليا، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف وعواشركم مبروكه. الله يدخلوا عليكم بصحه وسلامه وبالهنا ان شاء الله يا ربي، وبصحه وراحه.